واخيرا كاينه منشورات متداوله في فيسبوك على ان لامين يامال اختار تمثيل المنتخب المغربي، او انه كيفكر باش انه يمثل المنتخب المغربي بعد ما اختار سابقا باش انه يلعب مع اسبانيا. ودابا غير تخيلوا معايا هاد الاخبار هذه تكون حقيقيه وتصدق، وفعلا يقدر لامين يامال يبدل المنتخب ديالو الاسباني ويجي يلعب معنا حنا المغاربه. تخيلوا معايا خط الهجوم ديالنا فيه كل من اللاعب عبد الصمد الزلزولي، وحداه لامين يامال، وفي الجهه الاخرى عندنا ابراهيم دياز ناري كاس افريقيا في الجيب. المهم مؤخرا خرجوا بزاف ديال الاشاعات الخوت كيقولوا بان ابراهيم او عفوا لامين يامال كيفكر بانه يختار المنتخب المغربي. لذلك جيت اليوم نهضر معكم على الحقيقه ديال هاد الاشاعات. اولا خصنا نعرفوا ان الاشاعه بصفه عامه دائما ما كتكون فيها ريحه الحقيقه، يعني الاشاعه ديما كتكون مبنيه على شي حقيقه. دونك الحقيقه اللي عندنا اليوم ماشي هي ان لامين يامال اختار يلعب مع المغرب رسميا، وحتى الا اختار راه ما يقدرش لانه ديجا لعب مع اسبانيا والقانون كيمنع عليه هذه القضيه ديال انه يعاود يلعب مع منتخب اخر. يعني صافي دابا واخا يبدل الجنسيه فهو يبقى يلعب مع اسبانيا ديما. هذه اولا. ثانيا الخوت ربما لامين يامال ربما كنقول ربما يكونوا عنده مشاكل مع المنتخب الاسباني، لذلك كيخرجوا هذه الاشاعات هذه. وانا ما كنستبعدش بان هذه الاشاعات يكونوا اللي مخرجوهم قراب لامين يامال، يعني اما باه ولا شي واحد في العائله ديال لامين يامال او من صحابه او شي حاجه هكا باش يضغطوا على المنتخب الاسباني كثار وكثار، لان لامين يامال راه مؤخرا راه ما كيعيش فتره زوينه مع اسبانيا، بالعكس كيعيش معهم فتره شويه صعيبه مؤخرا. لذلك هادشي هذه هي الحقيقه الخوت. اما مساله ان لامين يامال يلعب مع المغرب فهذه نساوها، فراها مستحيله تقريبا. واخا هو يختار، يعني واخا هو يعاود يبغي ويتنادم مع الحال ويبغي يرجع، ماذا لو عاد معتذرا؟ واخا هو يبغي يرجع راه ما غادي، القانون كيمنع، القانون كيمنع لانه يلعب دابا مع منتخب اخر ويحمل الرايه والالوان ديال شي منتخب اخر من غير المنتخب الاسباني. هادشي اللي كاين الخوت. لذلك ما تبقاوش تسيقوا اي حاجه لقيتوها في السوشيال ميديا.